السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي طلاب الصف الثاني الاعدادي. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة معانا درس مهم جدا وبيجاوب على سؤالين خطيرين جدا جدا، اللي هما ايه؟ اللي هو فين وامتى. يعني مثلا لما اقول لك سافرت، طيب سافرت امتى وسافرت فين؟ قال لي سافرت يوما الى القاهرة. هو ده بقى ايه؟ المفعول فيه. بص يا نجم النجوم، ايه المفعول فيه ده؟ هو اسم منصوب يدل على ايه؟ يدل على زمان مبهم او مختص او مكان مبهم او مكان ايه؟ مبهم. ناخد مثال. لما اجي اقول سافرت يوم الجمعة، فين الظرف الزمان هنا او فين ظرف المكان؟ هتقول لي كلمة يوم. حلو جدا. مش كلمة يوم دي دلت على زمان ولا لا؟ دلت على زمان. طالما دلت على زمان يبقى اعرابها مفعول فيه. اعرابها مفعول ايه؟ مفعول فيه. نفس الكلام لما اجي اقول سار القائد امام الجنود. كلمة امام ظرف مكان، وطالما دلت على مكان يبقى اعرابها مفعول ايه؟ مفعول فيه. نرجع للمذكرة. احنا عندنا المفعول فيه 3 انواع: زمان مبهم، وزمان مختص، ومكان مبهم. وعندنا برضو مكان مختص بس ده ليه اعراب مختلف، نبقى نقوله في الاخر. ركز معايا كده. اول نوع عندي الزمان المبهم. ايه الزمان المبهم ده؟ الزمان المبهم ما يدل على زمان غير معين. زمان غير ايه؟ معين. زي لما اجي اقول لك ايه مثلا؟ جلس محمد لحظة. فين الكلمة اللي دلت على زمن؟ هتقول لي كلمة لحظة. حلو جدا. هي كلمة لحظة دي زمان محدد؟ لا، زمان غير محدد. ممكن تبقى دقيقة، ممكن تبقى دقيقتين، ممكن تبقى 3 دقايق. حاجة غير محددة. وانا مغمض كده على طول، ده كده اسمه زمان ايه؟ زمان مبهم. زمان ايه؟ زمان مبهم. طب لما اجي اعرب، تعالى كده ركز معايا. جلس فعل ماضي مبني على الفتح، ومحمد فاعل، والفاعل دايما مرفوع. مرفوع بمين هنا؟ مرفوع بالضم. كلمة لحظة مفعول فيه، منصوب، وعلامة نصبه الايه؟ وعلامة نصبه الفتحة. نخش على النوع التاني وهو ايه؟ ظرف الزمان المختص. والمختص ده ما يدل على زمان معين، حاجة معينة، حاجة محدودة. طيب، وبنخصصه بأربع أشياء اللي هم ايه؟ ال الوصف، والإضافة، ودخول ال، والعدد. ركز معايا كده. أول حاجة عندنا ال الايه؟ الوصف. زي ايه؟ زي لما اجي اقول لك سافرت وقتا قصيرا. كلمة سافرت وقتا قصيرا، المفعول لأجله، المفعول فيه كلمة وقتا. طيب، وقتا هنا عندي خصصها بكلمة قصيرا. يعني ايه الكلام ده؟ ركز معايا كده. سافرت وقتا قصيرا، المفعول عندي، المفعول فيه كلمة وقتا. حلو. كلمة وقتا دي خصصها لي، يعني وصفها بوصف. يعني وصف يعني نعت. جه بعد المفعول فيه نعت وانا مغمض على طول، ظرف زمان مختص. زمان ايه؟ زمان مختص. ناخد مثال اخر. لما اجي اقول لك اعتمرت شهر رجب، فين الكلمة اللي دل على زمان؟ هتقول لي كلمة شهر. حلو جدا. الكلمة اللي بعدها جت ايه؟ جدع، مضاف اليه. خصصه بحاجة ولا لا؟ خصصه بحاجة. وانا مغمض على طول اسمه ايه؟ زمان مختص. زمان ايه؟ مختص.
ناخد كمان مثال. اعتكفت الليلة البارحة. فين الكلمة اللي دلت على زمان؟ هتقول لي كلمة الليلة، جه بعدها كلمة وخصصه ولا لأ؟ خصصه. خصصه بإيه لو تفتكر كده؟ ركز معايا. احنا قلنا بالوصف وبالإضافة وبإيه يا معلم؟ بدخول مش دي كده عندي كلمة جه بعدها ألف ولام، صح ولا لأ؟ يبقى ده على طول زمان إيه؟ زمان مختص. طيب والرابعة كانت إيه؟ الرابعة كلمة العدد. زي إيه؟ لما أجي أقول لك تنزهت يومين. فين الزمن عندي؟ هتقول لي كلمة يومين. مخصوصة ولا لا؟ مخصوصة. مخصوصة بإيه؟ مخصوصة بعدد. يبقى ده على طول زمان إيه؟ زمان مختص. نيجي بقى للمكان. والمكان ده قلنا ينقسم لكام نوع؟ ينقسم لنوعين: ظرف المكان المبهم وظرف المكان المختص. تعال نشوف. مكان مبهم ومكان مختص. المكان المبهم هو ما ليس له حدود محصورة، يعني حاجة كده ملهاش آخر. زي لما أجي أقول مثلا وقف المعلم أمام السبورة. فين الكلمة اللي دلت على مكان؟ هتقول لي كلمة أمام. حلو جدا. طب أنا عندي السبورة مثلا وليكن هي دي السبورة. المعلم عندي واقف هنا ولا واقف هنا ولا واقف هنا؟ ما نعرفش. يبقى هنا مكان مبهم ولا لأ؟ مكان مبهم. طيب ناخد كمان مثال. لما اجي اقول لك وقف القائد امام الجنود. فين الكلمة اللي دل على مكان؟ هتقول لي كلمة امام. حلو جدا. وليكن هم دول الجنود، وده برضو جندي تعبان، وده برضو جندي تعبان. هو القائد بقى واقف فين؟ واقف هنا ولا واقف هنا ولا واقف هنا؟ ما نعرفش. يبقى ده كده اسمه مكان ايه؟ مكان مبهم. مكان ايه؟ مكان مبهم. طب لما اجي اعرب بقول ايه؟ اعرب عادي. وقف فعل ماضي، والمعلم فاعل، والفاعل دايما مرفوع، وكلمة امام دلت على مكان، وانا مغمض اعربه ايه؟ مفعول فيه. مفعول ايه؟ فيه. منصوب وعلامة نصبه الفتحة. صعبة؟ سهلة جدا اهي. نيجي بقى عند المكان المختص. ايه بقى المكان المختص ده؟ قال لي المكان المختص ما له حدود محصورة. زي لما اجي اقول لك صليت في المسجد. فين الكلمة اللي دلت على مكان؟ هتقول لي كلمة المسجد. حلو جدا. هي كلمة المسجد دي حاجة محصورة؟ يعني حاجة ليها حدود وبتاع والكلام ده؟ المسجد ده مكان محدود. يبقى هنا المكان عندي مختص ولا مبهم؟ المكان عندي مختص، حاجة محدودة. طيب لما اجي اعرف بقى بقول ايه؟ بقول صلى فعل ماضي، والتأتأ الفاعل، وفي حرف جر، والمسجد اسم ايه؟ اسم مجرور، وعلامة جره الكسرة. ناخد كمان مثال. لما اجي اقول ذهبت الى الدار. هتقول لي ذهب فعل ماضي، والتأتأ الفاعل، والى حرف جر، والدار اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. يبقى الزمان هنا نوعه ايه؟ زمان مختص، لان الدار عندي مكان محدود. زي ايه؟ زي المسجد مكان ايه؟ مكان محدود، والمحدود يبقى ايه؟ يبقى مختص. وبكده يا شباب نكون خلصنا المفعول فيه. واي جملة تجيلك دلوقتي هتسأل فين وامتى، ولو عرفت الإجابة
يبقى انت كده فل الفل. وما تنساش تعمل لايك وشير عشان غيرك يستفيد، واشوفكم في درس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.